من عادات الناس في مصر في العيد بالذات ان هم بياكلوا كحك وبسكوت وشاي بلبن وفسيخ ورنجة والى اخره من العادات والتقاليد اللي بتتم في العيد في مصر. ولكن في عاده برضو غريبه شويه الا وهي الفول السوداني. زي ما انت شايف الفول السوداني بيتباع بقشره، والناس بقى بتشتريه وبتقشره وبتاكله على شكل تسالي زي اللب بقى، وتقعد يعني ايه الناس تاكل فيه يعني. فبالنسبه لي قعدت ادور بقى اشوف يعني هو ايه تاريخ الحاجه دي مثلا يعني، واكتشفت ان هي عاده مصريه قديمه، بس ما عرفتش بصراحه ايش سبب ظهورها او متى ظهرت لاول مره، رغم انه تاريخيا الفول السوداني ظهر لاول مره في بلاد امريكا الجنوبيه، البيرو، جبال الانديز يعني في تشيلي وهذه المناطق. فاشمعنى بقى هو منتشر في مصر؟ اتمنى عاد الشعب المصري يكتب لنا في التعليقات ايش سر الموضوع، واشمعنى بقى الفول السوداني بقشره رغم ان هو بيتباع في الايام العاديه مقشر وجاهز وبتشتريه كده ب 10 جنيه تقعد تاكله وانت ماشي في الطريق. حاجه جديده تضاف الى القاموس والعادات والتقاليد المصريه اللي الواحد بيكتشفها يوم بعد يوم. وكل سنه وانتم طيبين.